بنحط السان سكرين عشان نحمي بشرتنا دي او نلاقيها اسمرت وغمقت وما بنبقاش فاهمين السبب، بس اللي فاهمينه كويس جدا اننا لازم ننزل بيه. عشان كده في الفيديو ده هقولك باقي الاسباب اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاول، بحيث ان اقولك السبب ومعاه الحل علشان انتي تحددي السبب وتحلي المشكله دي. اول سبب وهي ان بشرتك بتعاند معاكي وبتطلع زيوت كتير جدا، فالزيوت الكتير اللي بتطلع دي بتتاكسد فتاكسد البشره، والمشكله اصلا مش من السان سكرين. حلها اننا ننظم افرازات البشره بغسول حسب نوع بشرتك. وسيرم نايسيناميد لو اول مره نستخدمه نبدا بالتركيز اللي اقل ونبدا نزود بالتدريج في التركيز والاستخدام. تاني سبب، وركزي معايا كويس جدا خاصه لو بشرتك حساسه، والسبب ده هو نوع البشره. لو بشرتك حساسه وبتتهيج بسهوله لازم تستخدمي سان سكرينز فيها فلاتر فيزيائيه مش كيميائيه. الفلاتر الكيميائيه لو استخدمتيها هتهيج وهتحسس بشرتك اكتر لانها اصلا بتتفاعل مع اشعه الشمس، اما الفلاتر الفيزيائيه بتعكس اشعه الشمس ومش بتتفاعل معاها. اما لو بشرتك دهنيه او مختلطه مش حساسه استخدمي اي حاجه قوامها سائل او جل. ثالث سبب وده للاسف ملناش تحكم فيه قوي وهو الوقت. ساعات بنبقى مضطرين اننا ننزل من الساعة 10 ل 3 العصر، وده وقت قوة الأشعة بتبقى عالية جدا وبتسبب مشاكل كتير. حلها اننا نلبس كاب او نمسك شمسية لو معرفناش نبعد عن الشمس يعني، او ممكن نمشي في طريق أشعة الشمس فيه قليلة. رابع سبب وده اغلبنا لو ما كانش كلنا ما بنحطهوش تاني اصلا، هو المفروض نحطه كل ساعتين، بس اسهل حاجه نستخدمها في الحاله دي هي السان سكرينز السبراي لانها سهله وسريعه ومش هنكسل اننا نحطها اصلا. خامس سبب وهو المنتج نفسه. ايوه، لما تراجعي كل الاسباب التسعه وما تلاقيش ولا اي سبب من الاسباب دي عندك يبقى السبب في السان سكرين ذات نفسه. لو السبب طلع في المنتج ذات نفسه فيا اما نستخدم كميه اقل من السان سكرين ده او اننا نشوف نوع تاني بقوام اخف. من الاخر لازم نحدد السبب عشان نعرف نحلها صح. اما بقى لو بشرتك فيها مشاكل كتير جدا وما جتش على الغمقان والاسمرار من السان سكرين، انا دلوقتي بقدم استشارات متخصصه بنحدد فيها المشكله وبنحدد السبب ونحدد ليكي روتين علاجي. لو عايزه تحجزي استشارتك من لينك الواتساب في الديسكربشن، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.